مرحبا بكم أصدقائي. أنتم على قناة بطولة الملاكمة الممتازة. يعرف الكثير منكم أن العديد قالوا إنه لا يمكن لأحد أن يكرر مسيرة حبيب نورمحمدوف، لكن إسلام مخاشيف أثبت أن الأساطير لا ترحل، بل تسلم الراية لمن يكمل الطريق. اليوم سأتحدث معكم عن السبب الذي يجعل إسلام مخاشيف هو المرشح الأول ليكون أعظم مقاتل في تاريخ UFC. هذا ليس مجرد مبالغة أو دعاية، بل هناك حقائق وأرقام تثبت ذلك، بالإضافة إلى المسيرة الرياضية التي خاضها. السبب الأول: الشمولية الكاملة. حين يفكر الناس في مقاتل من داغستان يتبادر إلى أذهانهم المصارعة أو القتال الأرضي، لكن إسلام مخاشيف ليس فقط مصارعاً، بل هو مقاتل شامل من الجيل الجديد. نعم، قاعدته هي السامبو القتالي، ويتقن السيطرة في القتال الأرضي، لكنه أيضاً تحسن كثيراً في القتال وقوفاً. على سبيل المثال، في نزال ضد تشارلز أوليفيرا أظهر إسلام قدراته في الضربات من المسافة، ثم أنهى النزال بخنق أرضي submission. مع مرور الوقت أصبح لديه تنوع واضح في الأساليب، مثل الركلات واللكمات، وتحكمه الممتاز في التوقيت والمسافة. لم يعد مجرد مصارع يعرف كيف يضرب، بل أصبح مقاتلا من مستوى النخبة. السبب الثاني: يواجه المقاتلين الأقوياء هناك مقاتلون يمتلكون سجلات ممتازة، ولكن عند التدقيق نجد أنهم واجهوا خصوما متوسطين أو ضعفاء. أما إسلام مخاشيف فيواجه مقاتلين من الطراز الأول. أحد أبرز الأمثلة هو تشارلز أوليفيرا، الذي هزم مقاتلين مثل توني فيرغسون، داستن بوريه وجاستن جيتشي، وإسلام تغلب عليه عندما كان في ذروة مسيرته. من المهم أن نذكر أن أوليفيرا لديه أكثر من 40 نزالا داخل UFC، وهذا يجعله من أكثر المقاتلين خبرة، ومع ذلك تفوق عليه إسلام بشكل واضح. أيضا إسلام خاض نزالين ضد ألكسندر فولكانوفسكي، الذي كان المقاتل الأول في تصنيف باوند فور باوند، وكان لم يخسر منذ 10 سنوات مثلما كان حال خوسيه ألدو سابقا. وبالرغم من كل هذه المعطيات تفوق إسلام عليه. ولا ننسى دان هوكر المعروف بصلابته، لكن إسلام تمكن من هزيمته في الجولة الأولى. إسلام لا يختار خصوما سهلين، بل يواجه الأفضل ويتفوق عليهم، وهذا يثبت مستواه. السبب الثالث: الذكاء والهدوء. الكثير من المقاتلين يفقدون تركيزهم عند الضغط، لكن إسلام مخاشيف يتمتع بهدوء كبير في القفص. يتصرف كمثل لاعب شطرنج داخل الحلبة. في نزاله مع فولكانوفسكي كان يتحكم بالمسافة، الإيقاع، زوايا الهجوم، ويستمع جيدا لتعليمات مدربيه. قادر على تغيير استراتيجيته أثناء القتال، وهو أمر صعب جدا. مدربه خافيير منديز قال إنه يفهم القتال بمستوى أعلى من الآخرين، يعرف متى يجب أن ينهي النزال ومتى يجب أن يهدئ وتيرة المعركة. ببساطة هو يرى المعركة بخطوتين للأمام، وهذه قدرة نادرة. السبب الرابع: الانضباط والنظام التدريبي. إسلام مخاشيف نشأ في نفس البيئة التي نشأ فيها حبيب نورمحمدوف، ويتدرب بنفس النظام ومع نفس المدربين. الانضباط في حياته جزء أساسي، من الجري في الجبال صباحا إلى التدريبات المستمرة حتى بدون معسكر قتال، إلى الابتعاد عن وسائل الإعلام والصخب والضجة. لا يحب الظهور أو التصريحات النارية، فقط يركز على القتال. هو جزء من نظام متكامل أنتج أبطالا حقيقيين، وليس مجرد فرد يعمل بمفرده. السبب الخامس: الإرث والعلاقة مع حبيب. كونه تلميذ وصديق حبيب نورمحمدوف هو شرف، لكنه أيضا مسؤولية كبيرة. وإسلام مخاشيف لم يكتف بتقليد حبيب، بل بدأ في بناء أسطورته الخاصة. حبيب أنهى مسيرته ب25 نزالا دون خسارة، وإسلام يقترب من هذا الرقم، ويقاتل خصوما أكثر نشاطا في مسيرتهم. حتى أولئك الذين انتقدوا حبيب في السابق بسبب أسلوبه أصبحوا الآن يحترمون ويشجعون إسلام، لأنه أضاف شيئا جديدا ومميزا. الخاتمة: إسلام مخاشيف اليوم لا يعتبر فقط بطلا، بل أصبح رمزا لبداية جيل جديد في UFC. أسلوبه، ذكاؤه، انضباطه، وأداؤه في القتال، كلها عوامل تثبت أنه من أفضل المقاتلين في العالم. هو لا يتحدث كثيرا، لا يتفاخر، لا يعد بالضربات القاضية، لكنه يثبت كل شيء داخل الحلبة بالنتائج والأداء. عندما نذكر أعظم المقاتلين في تاريخ UCF غالبا ما يأتي في الأذهان حبيب نورمحمدوف، جون جونز، جورج سان بيير، ديميتريوس جونسون. لكن في الفترة الأخيرة اسم إسلام مخاشيف بدأ يظهر بينهم بشكل متكرر، وإذا نجح في الفوز بلقب ثان في وزن مختلف ثم فاز على إيليا توبوريا، فربما لا يعود هناك جدال حول مكانته بين الأعظم على الإطلاق.
في النهاية أود سماع آرائكم. من ترونه الأفضل في تاريخ UCF؟ اكتبوا في التعليقات، وسأكون سعيدا بقراءة آرائكم ومناقشتها.